سي رجب طيب أردوغان بطبيعة الحال الشخصية الشهيرة في العالم كله. كان جا للمغرب في واحد الظروف ماشي جيدة بزاف بالنسبة ليه، ولكن هو رغم هذاك الضجيج اللي كان وقع في بلادو ما بغاش يتراجع على القرار ديال الزيارة ديال شمال افريقيا بصفة عامة. كان جا للمغرب ومشى للجزائر وظهر لي مشى حتى لتونس. بطبيعة الحال شخصية يعني استثنائية بكل صراحة، وحقق لبلادو واحد القفزات يعني يعني كبيرة بزاف في مختلف المجالات، وحقق النجاح السياسي يعني مرحلة بعد مرحلة. وكيظهر حتى ان شاء الله الرحمن الرحيم هذه الانتخابات اللي دازت واللي غادي تدوز عاوتاني نهار 28 راجع ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي ينجح فيها. مع ذلك كان وقع واحد يعني في الزيارة ديالو. كان المفروض سيدنا يستقبلو ويحتفل به بزاف وداك الشيء، ولكن ما كانت وقعت شي حاجه. سيدنا على كل حال كان في فرنسا داك الساعات، وقال لي اعتذر للسي اردوغان راني ما غاديش نكون في المغرب. واعتذرت له بقى فيه الحال بصراحه، قال لكم زعما بقى فيه الحال. ولكن داكشي كله تجوز ملي مشى سيدنا لتركيا عطله هو ولاله سلمى والوليدات ديالو، مشى لعندو استقبلوا اردوغان، عمل له استقبال رسمي في القصر الرئاسي الكبير والشهير المشهور اللي بناه هو بطبيعة الحال. وعلى كل حال العلاقات بين المغرب وتركيا هي علاقات تاريخية ما غير قابلة للانقلاب في تقديري أنا والله أعلم. يعني هي علاقات راسخة، وخص المغاربة يبقاو محافظين عليها، وخصوصا إلا بقى هذا السيد هو رئيس ديال تركيا، لأنه يعني هو تيحب المغرب وتيقدرو بزاف. المغرب راه ماشي غير دولة والسلام، هذا ماشي صحيح. الاخوان ديالنا العرب كلهم عندهم دول وداك الشيء، ولكن راه المغرب راه يمكن هو اقدم دولة في العالم. والعلاقات ديالنا مع تركيا هي علاقات تاريخية وعلاقات دينية وعلاقات اقتصادية قوية، خصها تكون هكذا وخصها تبقى هكذا في المستقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم. مهما كان رئيس الحكومة ديال المملكة المغربية، ومهما كان حتى رئيس الحكومة أو رئيس الدولة ديال تركيا.